انا بعمل الفيديو ده لنفسي وللكرييتورز بشكل خاص. انت ما ينفعش توقف. الدعم مش شرط يكون انت لازم تكون معتمد على نفسك. طب ما فيش حد بيتفرج، طب لو ما فيش ارقام هكمل ولا لا؟ السلام عليكم. كنا بنتكلم دلوقتي انا والشباب في فكره الدعم بس عايز بس مش عايز الناس تحس ان احنا بنشحت تمام. لا احنا بنتناقش بس مش بنشرح ولا حاجه. كنا بنتكلم دلوقتي مع الشباب فكره الدعم. هل الناس اللي عندها ارقام كبيره مثلا واجب عليها انها تدعم الناس اللي هي لسه بادئه وبتقدم كونتنت كويس وبتتعب عليه ولا لا؟ هل هو فعلا يعني المنفعه العامه زي ما كنت نشرح مع الشباب دلوقتي ان هم يدعمونا ولا لا؟ فدي نقطه هنتكلم فيها ان شاء الله في الفيديو ده مع الشباب. يعني انا بعمل الفيديو ده لنفسي وللكرييتورز بشكل خاص، الناس اللي لسه بادئه على اليوتيوب وبتحاول تقدم قيمه وفاليو وبتحاول تفيد الناس بشكل او باخر، ولكن قله المشتركين وقله المشاهدات مسببه لهم نوع من انواع الاحباط وان هم مش عايزين يستمروا. كلامي بشكل عام للناس اللي بتبذل مجهود شيء معين ولكن النتائج ما بتجيش زي ما كانوا متوقعينها. الكلام ده ليكم ودي نقطه هنتكلم فيها في الفيديو ده، وهناخد اليوتيوب كمثال للموضوع ده. الفكره بس اصلا في حوار الدعم عامه ده، ثقافه الدعم اصلا مش موجوده في مصر، مش منتشره. انت اصلا لما حد تقول لحد دعمني ومش ذلك وما يدعمكش ما تطنش او تزعل، ده الطبيعي. اول حاجه خلينا متفقين ان ثقافه الدعم مش موجوده في مصر او في الوطن العربي عموما. يعني ان شخص ويل نون عنده قيم ومبادئ وبيقدم محتوى قيم يدعم شخص لسه بادئ على اليوتيوب ولكن بيتعب على المحتوى بتاعه وبيقدم بكواليتي محترمه وبإيديت محترم. الثقافه دي مش منتشره قوي. يعني بتحصل في مصر عادي جدا والناس بتدعم بعض مفيش مشكله، ولكن الثقافه دي مش منتشره خالص. وخلينا متفقين برضو ان الشخص الويل نون ده مش مطلوب منه ان هو يدعمك، مش فرض عليه يعني ان هو يدعمك وانه لازم واجب عليه يدعمك. لا مفيش الكلام ده، ولو عمل كده بيبقى لفته لطيفه منه. ايا كان الفكره كلها في التقدير. احنا في الفطره البشريه بنكون محتاجين ان احنا نتقدر على المجهود اللي احنا بذلناه في الشيء دون. ايا كان الشيء دون بنكون منتظرين فيدباك لطيف من الناس على المجهود اللي احنا بذلناه، سواء فيديو، سواء صوره صورتها، سواء رسمه رسمتها. ايا كان الشيء دون بحيث انك تحس انك متقدر. يعني ده طبيعي جدا ومفيش اي مشكله. ولكن كلامي دلوقتي الكرييتورز اللي بتدعي ان هي عايزه تسيب اثر وعايزه تفيد الناس والكلام اللطيف ده كله، طب لو مفيش تقدير، طب لو مفيش حد بيتفرج، لسه الفيوز قليله وعدد السبسكرايبرز قليل، وده الطبيعي عشان احنا في البدايه، ده الطبيعي، ولكن هتكمل ولا لا؟ احنا لازم نكون دافع داخلي من عندنا احنا، يعني احنا بنعمل ده كله. انت ليه بتعمل يوتيوب؟ طيب عشان الاثر فعلا. طب افرض الاثر مش بالارقام واحنا عرفنا ده ويقينا عارفين ده. طب ومحتاجين دعم ومحتاجين ماديات عشان نقدر نكمل ونوفر وقت ونعيش حياتنا، مفيش مشكلة. ولكن طب لو مفيش حد بيتفرج، طب لو مفيش أرقام هكمل ولا لأ؟ ده اسأل سؤال لنفسك. طيب أعتقد أنا عارف المفروض أقول لك كلام إيجابي ولطيف، وأنت أنا عارف إنك محتاج الكلام ده كله، ولكن أنا عايز بس نوصل لحل أو المشكلة أنت بتمر بيها على اعتقادي على فهمي ذلك يعني. فاسأل نفسك كام سؤال يعني، هل فعلا كذا ولا كذا ولا كذا يعني. لو مفيش حاجة اتفرج خالص هل هستمر ولا لأ؟ هل فعلا دي حاجة بحبها زي ما بقول وزي ما بدعي؟ فأنا ده اللي أعملها عشان أنا بحبها وفي حد يتفرج ولا لأ؟ أنا ده اللي مستمر بإذن الله عشان الله وعشان عايز أسيب أثر والكلام اللطيف ده كله. محتاج تقف مع نفسك وتسأل نفسك كام سؤال. انا داخل اليوتيوب ليه؟ انا عايز اعمل ايه على اليوتيوب؟ انا هل فعلا عشان عايز اسيب اثر وعايز افيد الناس ولا لا؟ اسأل نفسك وخليك صادق مع نفسك. طب لو انا عايز اسيب اثر فعلا وعايز افيد الناس، ما احنا اتناقشنا في فكرة في الفيديو اللي فات، فكرة ان الاثر مش بالعدد، وان يهد الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، ورب درهم سبق 100,000 درهم، حسب انت اخلاصك لله سبحانه وتعالى ونيتك في الحاجة اللي انت بتعملها. ودي مش دعوة خالص للتخاذل والزهد في الفيوز وعدد السبسكرايبرز. انا شايف من الواجب على الناس اللي بتقدم قيمة محتوى قيم ومفيد ان هم يتصدروا ويسعوا ان هم يتصدروا. أنت مينفعش توقف، فاهم؟ أنا شايف من واجبك أنت ما شاء الله عندك محتوى قوي وبالأسلوب الكويس جدا. أنت من واجب عليك إن أنت تقدم المحتوى ده عشان تزاحم المحتوى الخرا اللي موجود على الساحة، فاهم؟ الشاب اللي هو عنده 15 سنة بيبقى قدوته أحمد حسن وزينب، يعني أنت متخيل؟ فأنا شايف من الواجب على الناس اللي هي بتقدم محتوى قيم إنها تاخد بالأسباب اللي قدامها، إنها توصل لعدد أكبر. لازما تسعى لدون وواجب عليها. طب لو خدت بالأسباب وما انتشرتش هتكمل ولا لأ؟ ده السؤال محتاج تسأله لنفسك. الموضوع محتاج مثابرة ومحتاج كذا وكذا، ولكن قلنا أهم حاجة نيتك. يعني من رحمة ربنا بينا إن إحنا ما بنتحاسبش على النتائج، إحنا بنتحاسب عن النية بس. أيا كان المحتوى أنت بتقدمه حسب
نيتك. وده كان كلامي للشخص اللي بيقدم محتوى بشكل او باخر، ان هو يعرف هو داخل يوتيوب ليه ويحدد هدفه ويكون واضح. محتاجين كل فتره نذكر نفسنا احنا بدانا ليه، وده طبيعي جدا لما هنحس باحباط نذكر نفسنا احنا بدانا ليه اصلا. والكلام اللي انا قلته من شويه انه الاصل مش بالعدد، ولو في واحد بس استفاد فانت فعلا كسبت يعني. اما بقى كلامي للمشاهد، الناس اللي بتتفرج، حاول انك ما دام انت شايف ان الشخص اللي قدامك بيبذل مجهود والمحتوى بتاعك عاجبه وشايف انه بيعمل حاجه وبيطور من نفسه، الموضوع مش هيكلفك حاجه خالص يعني. انت تدعمه او تظهر له حته التقدير دي هتفرق معاه جدا. وبالعكس مش هتبذل مجهود خالص يعني، انك سواء التقدير ده شرحت له فيديو او قلت له كلمه كويسه او وجهت له نصيحه. الدعم مش شرط يكون ان هو انا هشير لك فيديو مثلا على فيسبوك او هشير لك فيديو على يوتيوب واذكر اسمك بقى وبتاع. الدعم يعني حاجات تانية كتير جدا، اسهلها ان انا اخش مثلا اقول لك انت محتاج 1 2 3 في الشغل بتاعتك. لو انا مثلا حد مشهور وعديت مثلا نوعا ما انت محتاج 1 2 3 والاضاءه تتظبط ومش عارف ايه. ممكن الدعم ان انا اديك اضاءه، ممكن الدعم ان انا اديك اي حاجه، كارت ميموري يعني، اعمل اي حاجه، تستشيرني في حاجه اجاوبك عليها، ده دعم. الموضوع ده هيفرق معايا جدا ومش هتخسر حاجه. في معضله برضو يعني مش عارف ليه، حته الشهره. انا شهر لشخص مشهور ولكن ما شهرش لواحد لسه بادئ، مع ممكن ان الشخص اللي لسه بادئ ده بيبذل مجهود اكتر من الشخص المشهور ده، بتحصل عادي جدا. فدي عقده عامله زي عقده الخواجه كده يعني. الناس اللي بتتفرج تخلي بالها من النقطه دي يعني، ما تقعش فيها. فبس. وحاجه اخيره عايز اقولها، حته طب افرض حته ان شخص الكريتور عامه او شخص بصفه عامه اللي بيعمل حاجه اي حاجه في حياته لازم أن يكون معتمد على نفسه في الحاجه دي. قلنا مثال على اليوتيوب ان انت لازم تكون معتمد على نفسك كليا، ما تستناش حد انه يدعمك وتستنى حد يشير لك. خلي المحتوى بتاعك هو اللي يتفرض على الناس، وستيب باي ستيب طور من نفسك يعني. طور من نفسك وستيب باي ستيب المحتوى بتاعك هيوصل يعني. وش الكل فعل رد فعل وده معروف يعني. حتى لو كان بتنمو نمو يعني مش ملحوظ، ولكن مع الوقت هتلاقي الموضوع بيزداد بشكل لطيف وده الطبيعي. لكن ما تستناش من حد يدعمك، عشان لو ده ما حصلش ما تحبطش. انت فاهم، مش مطلوب من الشخص ده يدعمك اصلا. من موقعي هذا ناوي اعمل مبادره لطيفه ان شاء الله، تبقى باسم سبورت كريتور، وده مخصص لليوتيوبرز عامه، الناس اللي عندها تشانلز على اليوتيوب ايا كانت عدد تابعينها، ان هي في نهايه كل فيديو عندها تدعم شخص يقدم محتوى على اليوتيوب. مش شرط تكون ويل نون عشان تعمل ده، اهم حاجه يكون عندك تشانل وتكون بتنزل عليها. مش شرط في كل فيديو، المهم تنزل كل كذا فيديو عادي جدا، تذكر حد انت شايفه بيقدم محتوى كويس وتدعمه، وده هتفرق معاه جدا وهتخلي الناس اللي عندك تستفيد بالمحتوى اللي هو بيقدمه، وهتفرق مع الشخص اللي انت دعمته ده من حيث ان هو يستمر ويشجع اكتر وهكذا يعني. اتمنى ان هي اصحابنا اليوتيوبرز ينفذوها ايا كان عدد متابعينك. اعمل كده، تبقى حاجه لفته لطيفه يعني. وانا هبدا بنفسي وشايف الشخص اللي بنطبق عليه الكيس بتاعت ان هو مستمر رغم ايا كان عدد الفيوز، وان هو بيحب الحاجه اللي بيعملها وما شاء الله وبيقدم جوده محترمه ما شاء الله عليه. هو حسام اليمني. حسام مهندس معماري ما شاء الله عليه، جامد جدا في مجال العماره عامه والايديت والتصوير، كل حاجه عظمه يعني. وفي فيديوهات عنده كانت بتجيب 50 و70 فيو يعني، وهي جامده جدا ومع ذلك مستمره ما شاء الله يعني. والفوتج بتبقى عظيمه يعني. انا اول ما دخلت كلمته وقلت انت بتجيب الفوتج بتاعتك منين؟ قال لي انا اللي بصورها، فما كنتش مصدق. والايديت حاجه عظمه يعني ما شاء الله، وهتتخض يعني. بيتعب المحتوى اللي بيقدمه ومش واخد حقه خالص يعني. فانا شايفه شخص مناسب ان احنا ندعمه، وهو على المستوى الشخصي ما شاء الله انسان جميل جدا يعني. خشوا شوفوا الشانل بتاعته، لو المحتوى عجبكم اعملوا سبسكرايب ودعموه. بس حابب اسمع رايكم في الكلام اللي انا قلت حته ثقافه الدعم، وقولوا لي ازاي بتقدروا الناس. ولو الفيديو ده عجبك شيره واعمل لايك وانزل قول لنا رايك في الكومنتات، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك وانزل اشتمنا برضو في الكومنتات عادي جدا. بس نشوفكم قريب، سلام. وبالتوفيق يا صاحبي، وفيديوهاتك ليها معنى وليها أثر في الناس فبس ربنا يرضى عنك يا حبيبي ويوفقك وإن شاء الله المرحلة اللي انت فيها تتعدى على خير يعني. أبشر.